بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بالخير يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى كل اسرتكم واخواتكم وحبايبكم. ربنا يجعله شهر كريم وشهر مبارك وشهر الخير والبركه والرزق علينا وعليكم وعلى الناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هنسمي بسم الله بقى ونكمل الفيديو مع بعض. هو مش طويل، يا ريت تكملوه معايا عشان عندي المشاهدات واقعه خالص، فبالله عليكم تكملوا كده الفيديو. وانا كمان يعني مسرعاه، مش مخليه ان هو طويل ولا حاجه. ويا ريت تشاهدوا الاعلان فضلا وليس امرا. احلى اخوات في الدنيا، ربنا يحرمني منكم ابدا يا رب. بصوا بجري في الفيديو، بجري يعني على قد ما بقدر كده بجري في الفيديو. سموا بسم الله كده وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده ده ايه؟ الفيديو ده كان اول يوم فطار في الشهر الكريم، فطار اول يوم شهر رمضان. هو المفروض كان نزل لكم امبارح، بس يعني ايه، والله اعلم برضه هو هينزل امتى، لان عندي النت فاصل مش مننا. عندنا الجو يعني برق ورعد ونطرة، وعندنا الدنيا عمالة تشتي كده، فالنت فاصل مش شبكة يعني، مش احنا لسه شاحنينه بقاله يومين اتنين مشحون يعني، بس ايه، هو فاصل من الشبكة. وعايزة اقول لكم الفيديو ده انا عمالة امنتج فيه من بعد الفطار لحد الساعة 12:30، وانا ايه بمنتج فيه. كل ما منتجه يطلع فيه حاجة غلط ارجع اعيد من تاني، يطلع فيه حاجة غلط ارجع اعيد من تاني، وهكذا. لما بصراحة زهقت يعني. لح... لحد بقى دلوقتي كده شوفوا، يعني احنا داخلين على الساعة 1 بعد نص الليل، خلاص الطبلة قربت تعدي. عايزة اقول لكم ان انا الحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرت ايه اوصل لنتيجة، قدرت ان انا منتجه على خير يعني، فالحمد لله. فوقت ما ينزل بقى ينزل في السحور، ينزل الصبح، هو وايه ونصيبه. يومنا بقى كان فيه ايه؟ كان فيه محشي وكان فيه جلاش، 3 انواع من المحشي زي ما شفتوا كده في الاول. اليوم بتاعي بصراحة يعني كان سهل وبسيط خالص، مع انه كان فيه كذا حاجة، بس ما كانش متعب. كان كل حاجة متوفرة وكل حاجة جاهزة ومترتبة. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، انا جبت كرنباية واحدة كبيرة. فطبعا احنا في الصيام غير الفطور، مش هعمل. الاول كنت بعمل الكرنبايه كلها على بعضها، فطبعا لا، مش هعملها كلها زي ما شفتوا كده. خدت نصها، سلت الورق منها كده من على الوش، وعينت نصها زي ما شفتوا كده في كيسه بيضه، وعينها في التلاجة. نبقى نعملها برضو ايه مرة تانية. وسلقت نصها وقلت اعمله في دقيقة صغيرة. وكمان كان معايا كيلو من الكوسة ونص كيلو من البتنجان، يعني كيلو واحد كوسة ونص كيلو بتنجان، عملتهم الاتنين مع بعض في حلة واحدة يتسوي يعني مع بعض. تمام. وهي الخلطة واحدة بتاعة المحشي. والمحشي انا عملته معاكم كتير اوي يعني. عايزة اقول لكم ان يمكن اغلبية الفيديوهات بتاعتي كلها محشي، بس طبعا ده شهر مفترج وشهر كريم، ولازم انزل لكم يومي اول باول طول الشهر الكريم. احنا فطرنا ايه النهارده، عملنا ايه، وعشان خاطر كمان في ناس جداد بيبقوا لسه داخلين عندي اول مره يشاهدوني، اول مره يتابعوني، فيمكن اقدر افيدهم ولا حاجه. زي ما شفتوا كده المحشي انا بسبك عادي. الطماطم كانت عندي متسبكه في الفريزر، معلش اللقطه ديت، المقطع ده اللي معرفتش ان انا اعدله. انا وقتها كنت نسيت الكاميرا مفتوحه وسبتها مثبته كده على البوتاجاز وعلى الصينيه، وخرجت. حتى لو هتشوفوا خيالي في الازاز بتاع الغطا بتاع البوتاجاز، الخيال بتاعي باين ان انا ايه، رحت وجيت كذا مره، خرجت ودخلت وسايبه الكاميرا مفتوحه ونسيها خالص. طبعا انا كان عندي طماطم مسبكه اللي انا كنت مسويها معاكم قبل كده من فيديوهين فاتوا.
وكمان كان عندي توم، عايزه اقول لكم كنت جبت 2 كيلو توم بس كده، مرات اخويا اللي كانت جايبهم لي كمان من العربيه اللي بتعدي دي، لان ما كانش عندي توم اللي هو القديم خلص. فانا فصصته، هو اخضر خالص، فانا فصصته هو لسه اخضر كده وطري، فصصته وقشرته وعينته في كيس في الفريزر، على اساس ان انا اخد منه اول باول كده يبقى جاهز معايا طول شهر رمضان، يعني اعمل منه استعمله على طول يبقى جاهز معايا، ما ياخدش مني وقت وكده. فدول الحاجتين اللي نجزوا معايا، الصلصة اللهم صل على النبي والثوم. فما شاء الله المحشي ما خدش مني اي وقت خالص زي ما شفتوا كده. وكمان في نفس الوقت كنت بعصج اللحمه زي ما شفتوا، وعندي بقيت حبه صلصه، لو عندك صلصه من الجاهزه هتحطي معلقه صلصه كبيره على العصاج بتاع اللحمه. ما عندكيش حبايه طماطم هتضربيها في الخلاط بدون اي ميه، هتاخدي اللحم بتاعها بس، او انتي مسبكه طماطم زي كده زي ما انا ما عملت كده، هتاخدي معلقتين من اللي انتي مسبكاها بس، وتحطي بقى ايه فلفل اسمر وملح، اللهم صل على النبي، مكعب مرق دجاج، معلقه توم، حطيت ايه تاني، معلقه هريسه شطه، شطه من اللي هي الحمرا ديت الناعمه، حسب بقى الرغبه يعني، لو انت حباها يعني فيها شطه، مش حابه الشطه خلاص. هنا بقى انا عندي بقى ايه كيلو من اللحمه المفرومه اللي انا عصجتها ووريتكم شفتوا كده دلوقتي، ومعايا مش فاكره مرات اخويا كانت بتقول لي 2 كيلو جلاش او كيلو ونص، او مش فاكره قد ايه يعني. المهم يا جماعه ان الجلاش ده مش تبعي، تمام، هو مش تبعي، الجلاش ده مرات اخويا جايباه ان انا اعمله لهم ليهم كلهم، يعني جنب برضو عاملين اكل تاني محاشي وكده، عشان بنت اخويا نفسها فيه وهي اللي طالباه. ف مرات اخويا جابت لي اللحمه وجابت لي الجلاش، جابت لي الحاجه كلها يعني، المقادير كلها بتاعت الجلاش، وقالت لي اعمله لنا يعني عندك وكده. فانا عملت لهم صينيه صوابع زي ما انتوا شفتوا كده، حبيت ان انا اغير يعني في الشكل، اعمل لهم صينيه كده وصينيه كده. وهنا معايا بقى ايه نص كيلو لبن حليب من اللي هو الفلاحي يعني، عليه معلقتين سمنه، معلقتين زيت، اخدت جبت 3 بيضات، وخدت الصفار بتاعهم بس، الصفار بس، زي ما شفتوا كده ربيتهم بالمعلقه كده في طبق صغير، وحطيتهم عليهم وحبه ملح وحبه فلفل اسمر بس كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، وكل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم بالخير. وده الشكل النهائي للفطار بتاعنا اول يوم رمضان. وطبعا لازم ينوبنا بالحب جانب، خدنا طبق من الصينيه دي وطبق من الصينيه دي، وده كان فطارنا اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، واستنظروني بقى ان شاء الله في فيديوهات جديده، وكل يوم فيديو جديد، وكل يوم اكله جديده. ما تنسوناش بقى بدعوه حلوه من قلبكم. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.